مرحبا بكم يا عصابة الرعب، أتمنى تكونوا بخير وفي حالة جيدة. سنقدم لكم في هذه الحلقة قصة مرعبة، فلا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الأشعار لتستوصلوا دائما بجديد. عندما كنت في 22 من عمري بدأت في استئجار الشقة السفلية في منزل والدي فقط لأوفر المال، ولكن أيضا لأحظى ببعض الخصوصية. رغم أن والدي كانا يسافران كثيرا، إلا أنني كنت لا أزال أشعر بأنني لا أملك أي خصوصية، ولم أكن أستطيع حتى دعوة أصدقائي أو الفتيات براحة. الشقة السفلية كانت مفصولة عن الطابق العلوي بباب قابل للإغلاق في السلم. كانت تحتوي على مطبخ صغير مدمج مع غرفة المعيشة، ثم هناك غرفة نومي والحمام وغرفة الغسيل في الممر، ومدخل جانبي يمر عبر غرفة المعيشة. حدث هذا في عطلة نهاية أسبوع كان فيها والدي مسافرين، لذلك كنت أستطيع أن أكون صاخبا كما أريد. دعوت أصدقائي أنتوني وجاي فقط لنتحدث ونتناول بعض المشروبات ونحن نشاهد مباراة هوكي. بما أن والدي لم يكونا في المنزل، كنا نشغل الموسيقى بصوت عال بينما نستمتع بوقتنا. لا أستطيع القول إنني كنت ثملا تماما، ولكن بالتأكيد كنت قد بدأت أشعر بالسكر مع نهاية المباراة. كنت أبقي الباب بين شقتي والطابق العلوي غير مغلق عندما يكون والدي غائبين، لأنني لم أكن أخشى من أن ينزل أحدهم فجأة. كنت أحتفظ بالمشروبات في ثلاجة الطابق العلوي لأنها كانت أكبر وتعمل بشكل أفضل. بما أن أصدقائي كانا قد شربا وكانا يقودان، قررا أن يبيتا عندي في تلك الليلة. الأريكة في الأسفل كانت ضخمة، يمكنها بسهولة أن تتسع ل3 أشخاص إذا تمددوا بطريقة صحيحة. بعد ليلة طويلة من الشرب قلت لهما تصبحان على خير، وذهبت إلى غرفتي لأنام. استيقظت بعد بضع ساعات ولا يزال الوقت في منتصف الليل أو الفجر الباكر، وسمعت على الفور ما أيقظني على الأرجح خطوات قادمة من الطابق العلوي. كان شخص ما يمشي هناك. افترضت بشكل طبيعي أنه أنتوني أو جاي صعد ليبحث في ثلاجة والدي عن ماء بارد أو شيء ما، لذلك لم أعر الأمر اهتماما كبيرا. أغمضت عيني من جديد، لكن بعد دقائق قليلة سمعت شيئا آخر. مقبض باب غرفتي يدار. حاول شخص فتحه لكنه كان مقفلا. أنا دائما أقفل باب غرفتي، إنها عادة لدي. تساءلت لماذا يحاول أحدهم الدخول، لكنني كنت مرهقا، وفكرت إذا تجاهلت الأمر وتظاهرت بالنوم فسيعود للنوم بدوره. ربما يبدو الأمر غريبا، لكنني لم أكن أملك الطاقة لأتفاعل، ونجحت الخطة، فقد نمت بعدها بقليل. عندما استيقظت صباحا كان أنتوني قد غادر، لكن جاي لا يزال نائما على الأريكة. عندما سمعني أفتح الثلاجة بدأ يتحرك ويمسح عينيه. سألته إن كان هو من حاول الدخول إلى غرفتي الليلة الماضية، فقال إنه لا يعتقد ذلك، لكنه لا يتذكر لأنه كان ثملا جدا. ذهبنا إلى دكان قريب لنشتري سندويتشات البيض واللحم المقدد مع القهوة، ثم أكلنا في الفناء الخلفي. بعد ذلك غادر وأكملت يومي بشكل عادي. لم أسأل أنتوني إن كان هو من حاول الدخول، لأني بصراحة لم أكن مهتما كثيرا. أعتقد أنني قضيت أغلب يوم السبت خارج المنزل مع أصدقاء آخرين. عدت في وقت متأخر من الليل، لكنني لم أكن مخمورا لأن اليوم كان طويلا وقد صرت واعيا تماما. كنت متعبا جدا. تناولت وجبة خفيفة، اغتسلت وذهبت إلى السرير. في الحقيقة استلقيت على السرير وشاهدت شيئا على التلفاز لمدة ساعة تقريبا، وبعد أن أطفأت التلفاز مباشرة سمعت صريرا ووقع أقدام من الأعلى، شبيها بما سمعته في الليلة السابقة، تحديدا فوقي في المطبخ. ركزت جيدا في السمع، لكن الصوت توقف. بدأ قلبي ينبض بسرعة وشعرت بتوتر بسيط في معدتي. جلست أنتظر سماع شيء آخر. في النهاية تمددت مجددا محاولا الاسترخاء، مقنعا نفسي بأن الأمر مجرد أصوات طبيعية من استقرار البيت، وأنني أتوهم، لكنني لم أكن أبعد ما يكون عن الحقيقة. كان علي أن أصدق إحساسي الأول عندما سمعت مقبض باب غرفتي يدار مرة أخرى. نهضت بسرعة كأنني على وشك أن أصطدم بسيارة. المقبض تحرك لبضع ثوان مثل الليلة الماضية، لكن هذه المرة تلاه طرق خفيف على الباب. لم أنطق بكلمة. أمسكت بهاتفي من السرير وبدأت أرسل رسائل لعائلتي وأنتوني وجاي. كنت أعلم أن احتمال أن يكون أحدهم ضئيلا جدا، لكنني تمنيت أن يرد أحدهم ويقول: نعم، إنه أنا. لم يجب والدي على الهاتف، ربما كانوا نائمين، ولم يكونوا من المفترض أن يعودوا حتى يوم الاثنين. لم أكن على استعداد لأن أسأل: من هناك؟ نهضت بهدوء من السرير واختبأت خلف الكومودينة، ممسكا بشيء حاد في حال كسر الباب شخص ما
واندفع نحوي. لست أمزح، بقيت في مكاني لمدة 10 دقائق دون أن أتحرك، ولم يحدث شيء آخر. اتصلت أخيرا بالرقم 911 وهمست بأخفض صوت يمكن سماعه. انتظرت على الخط مع موظفة الطوارئ حتى وصول الشرطة، لأنني لم أشعر بالأمان للخروج من الغرفة. طلبت من الموظفة أن تطلب من الضباط القدوم إلى نافذتي. عندما طرق أحد الضباط نافذتي فتحتها له. الحمد لله أنني كنت في الطابق الأرضي. أعطيته مفتاح الباب الجانبي، وبعد لحظات سمعت صوت فتح باب شقتي. فقط حينها خرجت من غرفتي، وكان هناك شرطيان. أشعلت كل الأنوار. شقتي صغيرة ولا تحتوي على أماكن كثيرة للاختباء، لذا كان تفتيشها سريعا. ثم صعدنا للطابق الرئيسي من البيت وفتشناه، لا شيء. ثم ذهبنا إلى الطابق العلوي. أخبرت الضباط أي غرفة تخص من قبل دخولهم، وعندما دخلوا غرفة والدي سمعت جلب بعد حوالي 30 ثانية. كنت في الردهة بالخارج عندما سمعتها. ألقيت نظرة خاطفة داخل الغرفة، ورأيت ضابطين يصرخان على شخص تحت سرير والدي. شعرت بغصة في حلقي. طلب مني أن أعود للأسفل. بعد دقائق نزلوا ومعهم رجل طويل متسخ ومخيف يرتدي سويتشيرت وشورت. سألوني إن كنت أعرف هذا الرجل. قلت طبعا لا. النظرة التي رمقني بها كانت مرعبة، كأنها نظرة كراهية حقيقية. بدا وكأنه مشرد أو مختل أو كلاهما. بعد أن أخرجوه من المنزل شعرت براحة لا توصف. أخبرني الضباط أنه إن كنت أنا أو والدي نريد متابعة الموضوع قانونيا يمكننا الاتصال بالمركز لاحقا. أول شيء فعلته هو إرسال رسالة في كل مجموعة عائلية وأصدقاء عندي. بما أن الوقت كان متأخرا القليل فقط رد. اتصلت بوالدي صباحا وأخبرتهم بما حدث. كانوا في حالة ذهول كما سيكون أي أحد، ولكن بما أن الرجل كان مشردا ولم يسرق شيء لم يتخذ والدي أي إجراء قانوني. أشعر أنه من المحتمل أنني تركت الباب الأمامي غير مقفل تلك الليلة عندما جاء جاي وأنتوني، فدخل بهدوء بينما كنا نشغل الموسيقى بصوت عال. والأسوأ من ذلك أنه ربما كان داخل المنزل منذ فترة أطول ولم نلاحظ أبداً.